صار كالآتي. مم. احنا في البدايه لما وصلنا جمهوريه مصر العربيه، لما وصلت انا جمهوريه مصر العربيه، مم. وقبل حتى ما اوصل انا تكلمت مع الاخ احمد دياب، قلت له انا حسب معلوماتي في جمهوريه مصر ان اللاعب عنده مشكله في لازم التجنيد. تصريح التجنيد، جيش وتصريح نعم. السفر قال والتجنيد. لي لا الامور تمام، بس تعال خلي اللاعب يخلص اوراقه، واحنا ملتزمين ان اللاعب يطلع معاكم بالامور الرسميه. قلت له اوكي، توكلنا على الله. مم. جينا خلصنا، قلت له خلاص انا عملت بحث طبي، اخذ اللاعب معاي وباخذه معاي على الامارات، لان انا عندي مباراه بعد كم يوم. صحيح. قال لي لا اللاعب مم. مش هيقدر يسافر معاك لغايه ما نخلص له تصريح السفر. مم. قلت له كم يوم؟ قال لي 48 ساعه. 48 ساعه هذه مده 5 ايام 6 ايام. اوكي. مم. كلمته مم. مره ثانيه، يا احمد دياب اللاعب لازم يسافر، انا عندي تسجيل للاعب في وقت محدد، الويندو مم. بتاع في الامارات. التسجيل مم. والانتقالات مم. يعني بيسكر. مم. فقال لي لا خلينا كم يوم. المهم جه كلمني قال لي اللاعب بيطلع من جمهوريه مصر العربيه، هيروح على ليبيريا. قلت له يروح ليبيريا ليش؟ قال مم. لي لانه تصريحه طالع لازم يروح ليبيريا. مم. قلت له وبعدين؟ قال لي خلاص من ليبيريا ممكن يجي لكم. قلت له لا انا اللاعب لاعبي يعني، مم. وانا اللاعب متفق معاك وفي عقود موقعه بيننا وبينكم، اللاعب لاعبي. قال لي بس خليه يوصل غانا واحنا ان شاء الله مم. اللاعب راح نخليه يرجع من غانا، بس لازم يطلع. قلت له اوكي. سافر اللاعب، وصل غانا في الترانزيت. تمام. تفاجأت ان اللاعب الله يرحمه انه راكب الطياره بيروح ليبيريا. مم. اتصلت في احمد دياب قلت له حبيبي اللاعب كيف بيروح؟ اللاعب احنا متفقين معاك ان اللاعب من غانا هيجي واحنا حاجين له تذكره. طب يعني الاخ الدكتور وليد دعبس امس ذكر ان في طياره خاصه، هي ما كانت طياره خاصه. ما كانتش طياره حجزنا له خاصه. لا، اه. حجزنا له على طيران الامارات تذكره فيرست كلاس، ان اللاعب هيطلع من غانا ويجينا. قال لي لا اللاعب هيكمل ليبيريا. قلت له لا اسمح لي، اللاعب اذا كمل ليبيريا معناته احنا سكر وقت الانتقالات واحنا مش محتاجين اللاعب. مم. فصارت محادثات بيننا. اخر حاجه خلاص وصلنا ان اللاعب نزلناه من الطياره اللي كانت طايره من غانا لليبيريا، والاخوان كان المدرب المحترم علي ماهر كان موجود اوكي. واداري الفريق. مم. فنزلوا اللاعب من الطياره قبل اقلاع الطياره بربع ساعه. تمام. نزل اللاعب قاعد ترانزيت 4 ساعات ووصل للامارات. حتى اللاعب ما كان عنده شنط، لانه كان وكيل اعماله ماخذ شنطه من جمهوريه مصر العربيه اه. متجه الى الامارات في الامارات. انتظار اللاعب. تمام. نعم. مم. وصل اللاعب، اتصل فيني احمد دياب قال لي اللاعب لا تلعبه. قلت له ليش ما لعبه؟ قال لي اللاعب مش تقدر تلعبه لان الجماعه هنا، الجماعه انا ما اعرف من الجماعه، مم. اوكي مدينه تصريح فخلينا نخلص الموضوع ويلعب. قلت له لا يا حبيبي انا دافع فلوس، والسويفت بتاع التحويل وصلك انت عندك في حسابك مم. اللي هو كان باسم شركه كوكولا اعتقد، مم. صح ولا لا؟ اول تمام. صفقه اه، اسمها ما كوكولا. قبل تمام، الاصلي، ايه الملاك الاصليين. الاصل قال اه. ايوه، قال لي شركه كوكولا. قلت له فلوس وصلتك عندك، انا اللاعب اليوم قانونيا اللاعب لاعبي، مم. وتم تحويله بنظام التي ام اس للاتحاد الدولي، تم اه، تحويله المبلغ عن بالكامل بما فيهم فلوس احمد ولا الجزء الخاص لا بالنادي؟ لا الجزء الخاص بالنادي، تمام. اللاعب هياخذ رواتبه ومستحقاته من النادي دايركت شهري. تمام. مم. فوصل اللاعب قلنا مم. لهم لا اللاعب هيلعب، ولعب اللاعب الله يرحمه، ولعب كانت مباراه ضد النصر الاماراتي، مم. وتالق اللاعب، دخل الشوط الثاني عمل اسيست وسجل جول. ما شاء الله. ايه الله مم. يرحمه. الله يرحمه. فبدا بدايه جدا قويه، مم. بامانه بدا جدا قويه، وكانت الناس كلها تغني له وتهلل له، والفرعون المصري. وكان هو يمكن الله يرحمه. كان فتره طويله ان لاعبين مصريين ما لعبوا في الدوري الاماراتي بعد حسين الشحات، مم. فكان هو الخطوه اللي بتكمل مسيره اللاعب المصري في دوله الامارات. مم. مم. بعدها بدا كلمني في يوم الله يرحمه احمد رفعت، قال لي انا محتاج اقابلك. طلعنا وياه على العشاء نتكلم. قال لي انا عندي مشكله في الجيش، مم. انا وحدتي بتكلمني واصدقائي بيكلموني يقول انت عليك قبض واحضار في الشرطه العسكريه. مم. قلت له كيف والتصريح اللي طالع؟ قال لي لا التصريح يقول ما فيش تصريح، طالع كتاب انه لا انت طالع ليبيريا. بالعلاقات مع الاخوان جبنا
الرساله اللي طالعه من نادي فيوتشر واللي موجهه لوزاره الشباب والرياضه. وزاره الشباب والرياضه اللي الكتاب جاها ان اللاعب رايح معايشه، لكن العقد الموقع واللي موقع عليه الاخ وليد دعبس، طبعا الاخ وليد دعبس بامانه ما كان له اي وجود، لانه جه بعد كده يعني اي بس هو اللي كان موقع العقد. هو اللي وقع. أوكي. هو اللي وقع العقد، بس صراحه ما كان موجود ابدا، ولا واحنا ما شفناه ولا كلمناه ولا شيء بامانه. ما كان كل الكلام كان مع الاستاذ احمد دياب. كل الكلام والاتفاق والمناقشات الماليه والفنيه وطرق الانتقال كانت مع الاخ احمد دياب. تمام. الاخ وليد دعبس بعدين طلع لنا انا، بس قالوا لي لا، هو هذا الرئيس القادم لازم هو اللي يوقع، فوقع الاخ وليد دعبس. فهذا اللي صار كله يعني. طيب سمعنا احاديث ان اللاعب والله فسخ عقده من نادي الوحده بسبب اشياء نو كومنتس. طبعا نو كومنتس هذه تعمل لنا حساسيه في نادي الوحده. ايه تعمل حساسيه في نادي الوحده. شو يعني نو كومنت؟ لا بامانه اللاعب في دار حق. يعني هو خلص مدته ولا ايه اللي حصل يعني؟ لا ما خلص مدته. اللاعب بعد شهرين من اللعب كان في قمه ادائه، بدات الاتصالات على اللاعب يوميا. حتى احنا طلبنا وكيله، جبناه الامارات 3 مرات، والاخ نادر حي نرزق ممكن تسالوه. نادر شوقي يعني نادر شوقي. تمام. جبنا وكيل النادر شوقي، جبناه الامارات عشان يقعد مع اللاعب. يا حبيبي حاول تهدى، العب، استمتع بلعبك، ان شاء الله تكون لها حل. احنا كنادي عاوزين مصلحتنا مع اللاعب، عارف كيف؟ طب ونادر نفسه كان بيقول لحضراتكم ايه في الوقت ده؟ نادر كان تايه بامانه. انا حتى كنت احاول اتواصل مع احمد ذياب، ما كان في رد ابدا، لا بيرد تليفون، فجاه بعدين لقيته عامل بلوك. ما في تواصل يعني، مش عارفين بكره شو اللي حاصل. ما كان الصوره واضحه. نفسه دلوقتي استاذ خالد كان ساعتها بقى يعني بيقول لحضراتكم تايه، انت حضرتك بتقول لي ان انت بتقولوا له اهدى، هو كان قلقان يعني ولا كان الان يعني طبعا انت تخيل كل يوم حد يتصل فيك من اصدقائك ويتصلوا فيه من الوحده العسكريه، يقول انت لازم تحضر، انت عليك غياب، انت عليك حبس، صدر عليك قرار. كل يوم بالحاجه. الولد دخل في ديبريشن، دخل في ضغوطات نفسيه الولد في فتره، فخلاص بدا مستواه ينزل لانه تشتت. هو مركز في حاجه ومش مركز في الكوره اللي هي اكل عيشه، عارف كيف؟ طبعا. مش مركز في حاجه ثانيه، وانت لاعب سابق وتعرف. فاللاعب بدا، فخلاص المدرب قال لك لا، انا مش مستفيد من اللاعب احمد، لان اللاعب عنده مشكله في بلده، فلازم اللاعب يروح يحلها. فارتئينا ان احنا في الانتقالات الشتويه انه خلاص يتم انهاء التعاقد، وتم انهاء التعاقد. طب لما بلغتوه بانه يعني المدرب يعني شايف ان هو مش في حالته، وانه هيتم انهاء التعاقد، يعني حاله احمد كانت عامله ازاي؟ وكان رده كان احمد كان متقبل، كان جدا متقبل. احمد كان جدا متقبل، انا عارف الوضع. لكن كان عنده تخوف، كان عنده تخوف كبير انه كيف يرجع مصر، انه الولد هذا لو سافر بين من المطار. كان عنده تخوف، والدليل انه بعد ما تم انهاء التعاقد معاه قعد في الامارات اكثر عن شهر وشوي. كان قاعد عندنا في الامارات مده شهر وشوي، قاعد مش عارف لغايه ما شاف له حل، نزل القاهره وبعدين الرجل تم حجزه يعني حسب القانون. يعني طبعا ما في حد اقوى من القانون، خاصه في الامور العسكريه ما في حد اقوى. الامور بالقانون. نعم هذا اللي حصل. لكن يعني فكره السفر دائما خارج مصر دايما بالنسبه للرجال يعني، واللي هم عندهم سن التجنيد، بتبقى دايما بتصريح. كان الاستاذ احمد دياب بيطمنكم ان التصريح ده موجود وهيطلع، ولا فكره السفر الى ليبيريا هي كانت الفكره اللي موجوده عشان يروح على الامارات من غير بالقرار الوزاري يعني، بدون التطرق الى تصريح السفر الخاص بالقوات المسلحه؟ انا سالت احمد دياب، قلت له انت اليوم طلعت بمعايشه، قال لي هذا هو القانون السائد، ان اللاعب يطلع بمعايشه بعدين يتجدد. لكن احنا قاعدين نشوف كل يوم الوضع يسيء، الوضع في مشكله، الوضع اللاعب ما في حلول يعني، اللاعب لازم يرجع. والمعايشه 3 أشهر، هذا لا، هذا لاعب انتقال. ما في انتقال معناته هذا عنده فتره. وطريقه السفر كانت مش من الطريقه اللي عارفينها، ان اللاعب يطلع من بلده على طول عندنا. فقلنا اوكي، ممكن هذه هي الطريقه الاسلم اللي جمهوريه مصر العربيه يتبعوها، فاحنا مشينا فيها. احنا كان بس همنا ان اللاعب يكون معانا. يعني انتوا يهمكم ان اللاعب يكون معاكم، لكن فكره التاكد من صحه موقفه وخروجه من البلد ده ما تطرقتوش ليه؟
لان مش احنا الجهه اللي احنا ندور عليها، فيها في لاعب، في وكيل، في نادي، اداره نادي. وكان الاخ احمد ذياب دائما يقول لك الموضوع عندي، الموضوع انا اللي هتولاه خلاص. فلما سافر اللاعب قال له خلاص اللاعب عندك. بعد شهر وشوي ولا شهرين بدات اتصالات ترن على اللاعب تشتت ذهنيا. يعني اذا استاذ احمد دياب هو اللي دايما كان بيطمن المسؤولين في نادي الوحده وحضرتك بصحه موقف احمد. اي طبعا، اي طبعا، انا مستعد اواجهه يعني. هو يعرف احمد شفهي فقط يعني بيطمنكم شفهيا بدون اوراق رسميه؟ لا ما فيش، خلاص ما فيش. بعدين لما جبنا الورقه لقيناها معايشه 3 اشهر. يعني حتى انا بطريقه الاصدقاء تواصلت مع الجماعه في وزاره الشباب والرياضه المصريه المحترمين، كلمتهم قالوا احنا جهه منفذه، تجينا الطلبات من الانديه والاتحادات بحسب طلبهم. اللاعب هذا مسافر، لا احنا ليس جهه نقول هذا يطلع ولا ما يطلع، علينا احنا نكلم الوزارات والجهات الرسميه. احنا مش جهه تنفيذيه، الجهه التنفيذيه هي الجهه طبعا اللي تحدد الموقف اللاعب، ان كان هو في الخدمه العسكريه في الشرطه ولا الجيش ولا جهه عمله، هم اللي الجهه المعنيه. طبعا صح، نعم. يعني سؤالي برضه هاكده على حضرتك، كنت سالته في وقت من الاوقات. العقد مكتوب فيه اعاره او استعاره، اعاره لمده موسم، اعاره لمده موسم مع حقيه شراء. لكن ومحدده فيها المبالغ، محدده فيها المبالغ، عقد اللاعب وحقيه الشراء كم راح تكون. كانت هي 1.5 مليون دولار، $1,500,000 مع رواتب اللاعب. تمام. لكن المعايشه دي انتوا سمعتوها، ما يعني ما تطرقتوش ليها، يعني ما علقتوش عليها فكره ان يبقى اللاعب يطلع في القرار زي المعايشه؟ استاذ الفاضل احنا عرفنا الموضوع المعايشه بعد ما اللاعب وصل عندنا. تمام. وما في حاجه اسمها معايشه للاعب عنده 29 سنه. المعايشه تعمل للاعب 17 سنه 18 سنه حتى يتم استكشافه. لكن لاعب في 3 انديه، لا هذا ما عندوش معايشه، هذا لاعب محترف.